الشهر الحالي والفترة الحالية هي أهم فترة في ثانوية عامة كلها. والله الفترة دي أهم من ليالي الامتحانات. أنت بقى شايف إن هي مش مهمة وعايز تتمرقع وتفضل قاعد وما تذاكرش، براحتك. في مشكلة كبيرة جدا بيعاني منها معظم الطلبة من أول السنة لحد دلوقتي، وهيعاني منها معظم الطلبة في ليالي الامتحان، وحتى لما يخلص ثانوية عامة في حياته الطبية أو حياته مش عارف، أنا اتعودت على الطب، فحياته في أي مجال هيخشه. ونيجي لآخر سؤال في الفيديو وأهم سؤال في الفيديو كله وأكتر سؤال اتطلب في الفيديو ده، وهو حليت كام شامل في كل مادة؟ دلوقتي النصايح حرفيا دي بتدمر، والله العظيم أنا حرفيا كنت بعاني منها. خلي بالك عشان الموضوع ده إدمان. عشان تظبط المراجعة مهمة جدا جدا جدا. اوعى تكروت المراجعة، اقسم بالله هتندم. بص، عشان دي اهم خطوة فيهم كلهم، حرفيا دي اهم خطوة فيهم كلهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي افضل حال. فيديو مهم جدا 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 وطلب كتير جدا، وهو فعلا مهم لأي طالب في ثانوية عامة. هنناقش فيه بعض الأسئلة المهمة في الفترة الحالية، زي أحل كام شامل، أبدأ أحل شامل إمتى، أخلص أول مراجعة إمتى، طب أراجع كام مرة. كل ده هنجاوب عليه بإذن الله النهاردة. فما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس، عشان حرفيا أكتر من 95% من اللي بيشوفوا الفيديوهات مش مشتركين في القناة. أقل من 5% بيشتركوا. طب ليه؟ اشترك في القناة عشان ده بيشجعني أكمل وأعمل لكم فيديوهات أكتر في ظل ضغط الكلية الفظيع. فاشترك في القناة عشان في فيديوهات مهمة جدا الفترة الجاية خاصة بليالي الامتحان، وتعمل ايه جوه اللجنة وبره اللجنة وقبل اللجنة كل حاجة مهمة. فاشترك في القناة وتعالى نكمل الفيديو ونبدأ بأول سؤال. ولكن أنا قبل ما أبدأ أول سؤال عايز أتكلم معاك شوية. بص يا صديقي، الفترة الحالية هي فترة مهمة جدا جدا في حياة أي طالب ثانوية عامة. فأنت لازم تدرك ده، تدرك أهمية الوقت الحالي. ده وقت مهم جدا. هو حرفيا الشهر الحالي والفترة الحالية هي أهم فترة في ثانوية عامة كلها. والله الفترة دي أهم من ليالي الامتحانات. فلازم تعرف إن الفترة الحالية هي حرفيا هي اللي هتحدد وتشكل حياتك قدام، على الأقل لمدة 5-6 سنين في الكارير اللي أنت تدخله. ممكن تتفق أو تختلف معايا في الرأي ده إن هي هتحدد أو مش هتحدد، دي حاجة ترجع لك، بس حرفيا الفترة دي هي أهم فترة في حياتك. أنت بقى شايف إن هي مش مهمة وعايز تتمرقع وتفضل قاعد وما تذاكرش، براحتك. فلازم تدرك ده، والله العظيم دي فترة مهمة جدا، هتاخر اخرك فيها. استغل كل ثانية فيها، وخلي بالك من حاجة مهمة وهي فيديوهات النصايح. فيديوهات النصايح حرفيا دي بتدمر، والله العظيم انا حرفيا كنت بعاني منها. خلي بالك عشان الموضوع ده ادمان. فكرة ان انا بفضل قاعد طول النهار بشوف فيديوهات نصايح، وده بيقول لي اعمل كذا وده يقول لي اعمل كذا، وانا قاعد ما بعملش ولا ده ولا ده، قاعد بسمع بس، مش بطبق اي حاجة من اللي انا بسمعها. دي حاجة غلط جدا والله العظيم. وانا فعلا حتى اللي شاف فيديو ليالي الامتحان بتاعتي كنت فعلا بعاني معاها. فخلي بالك انت دلوقتي غرقان في فيديوهات النصايح. اعمل ايه؟ امسح الايميل ده، اعمل ايميل جديد، اشترك مع المدرسين انت بتشوفهم على اليوتيوب، وفي واحد او اتنين بالكتير قوي، واحد او اتنين بالكتير، مش اكتر من كده، بستفيد منهم، اسمعهم. طيب انت مش بتستفيد مني، ما تسمعنيش، اقسم بالله مش بهزر. انت مش بتستفيد مني، ما تسمعنيش، ما تتفرجش عليا تاني. انت بتستفيد اسمع، مش بتستفيد ما تسمعش. واحد او اتنين بالكتير، حددهم، ادخل مثلا ايه مره كل يومين ولا حاجه، مره كل اسبوع، ادخل شوف نزلوا ايه واسمعهم بس. لكن مش قاعد لي كل ساعه اشوف ده نزل ايه، ده عمل ايه، وده سوى ايه، لا ما تعملش كده، تمام؟ ونبدا باول سؤال مهم جدا في الفتره الحاليه، الا وهو ابدا احل شوامل امتى؟ بص يا صديقي، الموضوع ده نسبي جدا بالنسبه للمواد وبالنسبه للاشخاص. يعني انا هحكي لك من تجربتي في الفيزياء. انا بدات احل شوامل بدري عن زمايلي، بدات احل تقريبا في نص شهر 4. ليه؟ لان انا كنت فعلا متمكن من الفيزياء، وكنت حل عليها كتير جدا اثناء السنه، ذاكرتها كتير وحليت فيها كتير. انا حرفيا نص مجهودي في ثانويه عامه كان فيزياء بس. فكنت بادئ بدري في الفيزياء تقريبا في نص شهر 4. وبرده كذلك في الفرنساوي، الفيزياء والفرنساوي بداتهم بدري قوي قوي يعني. فده مش مرجع، مش منطقي انك تبدا فيزياء في نص 4، لا. انا مثلا في الاحياء بدات مثلا في تقريبا في نص 5، في اواخر 5، وهكذا. الاحياء والكيمياء والانجليزي والعربي كل ده بداته متاخر شويه، في نص 5 او اواخر 5. فانت دلوقتي المنطقي انك تبدا في اواخر 5، في نص 5. وانتوا كمان اصلا المدرسين عندكم بداوا المراجعه متاخر عننا تقريبا اسبوع. فالوقت الكويس والمنتظم ليك انك تبدا في نص 5 او اواخر 5، مش بعد كده، ويفضل مش قبل كده. ليه؟ عشان تظبط المراجعه مهمه جدا جدا جدا. اوعى تكروت المراجعه، اقسم بالله هتندم. اوعى تدخل تحل شوامل وانت مش مراجع كويس، لان فايده الشوامل كده راحت منك. لازم تكون مراجع كويس عشان تعرف تستفيد من الشامل وتخرج منه باقصى قدر من الاستفاده. فراجع كويس وابدا شوامل على مثلا نص 5 او اواخر 5.
لو انت في ماده خلصتها ورجعتها كويس وعايز تبدا فيها من دلوقتي، ابدا بجد، ابدا من دلوقتي. لو انت خلصت المراجعه كويس في ماده معينه او في كام ماده ماشي، لكن لو انت لسه ما رجعتش اصلا او لسه ماشي بالراحه خالص في المراجعه، خلاص خد راحتك في المراجعه واظبطها كويس، وابدا مثلا في نص خمسه او اواخر خمسه، او حتى يا عم لو انت بقى ميت خالص وما بداتش اصلا ممكن تبدا مثلا في اول سته بالكتير قوي، ما ينفعش بعد اول سته يعني، خلاص هو اخرك اول سته. تمام. تاني سؤال مهم جدا في الفتره الحاليه وهو ازاي احل الشامل اكني قاعد في اللجنه. بص، اول حاجه تعملها لازم تسيستم مخك ان هو بيركز وبيحل في وقت الامتحان. انا الامتحان بتاعي من الساعه 9 لحد الساعه 12، فلازم اسيستم مخي ان انا ببقى مركز في الوقت ده، فاظبط نفسي ان انا انام بدري واصحى بدري عشان اقعد اذاكر واحل في الوقت اللي هو من 9 ل 12، اقعد احل في الوقت ده. دي اول حاجه. تاني حاجه عشان تحل شامل كويس لازم تعمل تايمر، لازم تعمل ستوب واتش. اول مره هتيجي تحل شامل اعمل ستوب واتش جنبيك وشوف هتخلص اول شامل ليك في قد ايه. خلصت بقى في 5 ساعات، في 6 ساعات، في 4 ساعات، على حسب هتخلص امتى. الوقت اللي هتخلص فيه الشامل هو ده الستاندرد بتاعك، هو ده الوقت اللي انت بتخلص فيه. طب اعمل ايه بقى عشان خاطر احسن من الوقت ده واقلل منه؟ هتبدا تقلل كل مره ربع ساعه ل 10 دقائق، تقلل الوقت. مثلا انا اول مره خلصت في 4 ساعات، ثاني مره هبدا اخلص الشامل، احط بقى تايمر اخلصه في قد ايه، 4 ساعات الا ربع، 4 ساعات الا 10، وهكذا. كل مره اقلل 10 دقائق لربع ساعه لحد ما اوصل ان انا بخلص الشامل في نص وقت الامتحان، يعني في ساعه ونص. هتقول لي قليل ومش عارف ايه، اقول لك يا صديقي انا في العربي كنت بحل الامتحان في البيت في ساعه، الامتحان في اللجنه 3 ساعات، حرفيا الامتحان خلص على قد الوقت بالظبط، ما رجعتش. فلا، لازم تكون ذكي وتكون بتستعد لده من دلوقتي او من اول ما تبدا تحل شامل. تعرف تقلل وقت الامتحان لحد النص، ده كويس قوي لحد النص. لو تعرف تنزل عن كده كمان يبقى كويس. بس في مشكله بيقع فيها معظم الطلبه وهي التسرع. ما يبقاش همك في الشامل انك تخلصه بسرعه وتتسرع وتغلط كتير وتتوتر وتخاف ومش عارف ايه، كل ده بسبب ايه؟ ان انت اتسرعت. لا، ما تسرعش، ادي للشامل حقه وفي نفس الوقت ما تخليش الوقت يسرح منك. ركز على الوقت وفي نفس الوقت الكفيل حل السؤال، انك تديله وقته وبالراحه عشان ما تتوترش وتقلق. تمام. ومن اكتر المواد اللي بيبقى فيها تسرع هي الاحياء عشان السؤال ما فيش فيه قوانين وخطوات فانت بتحل بسرعه. لا، بالراحه بالراحه بالراحه، فكر في السؤال كذا مره قبل ما تحل السؤال. في بقى شويه حاجات مهمه جدا تعملها اثناء حلك للامتحان الشامل، وهي ايه؟ انا بحل الامتحان وبحل الاسئله، لقيت سؤال قدامي صعب مش عارف احله، اعمل ايه؟ بص، انا اول ما امسك الشامل لقيت اول سؤال بحله سؤال صعب مش عارف احله خالص، اعلم عليه واسيبه للاخر. ما تبداش سؤال مش عارفه، ما تبداش تحل سؤال مش عارفه في اول الامتحان، ما تعملش كده، سيبه للاخر. دي اول حاجه. طيب تاني حاجه، سؤال بدات احله لقيت السؤال كبير، انا عارف فكرته بس السؤال هياخد مني وقت طويل، اعمل ايه؟ برضه سيبه للاخر. او اضعف الايمان، اكتب الفكره بتاعته جنبه بسرعه كده وسيبه برضه للاخر. ما تبداش سؤال حتى لو انت عارفه بس هياخد منك وقت طويل. ليه؟ لان احنا كطلبه لما بيجي سؤال مثلا انا عارفه بطمن وافرح، فبسرح مع السؤال والوقت بيسرح مني وهيسرقني فهضيع وقت كتير فيه. لا، سؤال هيطول منك وانت عارفه علم عليه واكتب جنبيه فكرته بسرعه كده وسيبه للاخر برضه. طيب ثالث نوع من الاسئله بقى هو السؤال اللي انا عارفه سهل، خلاص حله، يعني هو سؤال سهل وانا عارفه مش هيطول مني، حله وعلى طول، ما تسيبوش للاخر وما تترددش انك تحله، لا حله على طول، ماشي؟ ما تسيبوش للاخر، حله على طول. خامس نوع من الاسئله بقى هو سؤال انا مش عارفه سبته للاخر كده، حل برضه مش عارف احل السؤال خالص، مش عايز يجي معايا خالص، اعمل ايه؟ في الحاله دي بقى لازم تشغل دماغك وتستخدم فكره الاستبعاد. لازم الاستبعاد ده هيقابلك كتير جدا وخاصه في اللغات، فلازم تفكر بالاستبعاد لان الاستبعاد مهم جدا. طب استبعد ازاي؟ بص يا صديقي، في حاجات مش منطقيه في الاسئله، بمعنى انا مثلا باجي احل سؤال لقيت مديني حاجات، بيسالني مثلا عن سرعه اي حاجه ومديني في الاختيارات ان هي سرعتها قد سرعه الضوء او اكبر منها ده مش منطقي، فده اختيار هتستبعده. فانت بالمثل بقى لازم تستبعد الحاجات اللي مش منطقيه في الاختيارات، تستبعدها. هيفضل لك اختيارين او 3، في الحاله دي بقى انت تبدا تشوف بقى ايه الانسب للاختيار وتختاره، لان انت ما فيش حل غير انك تستبعد. استبعدت واحد او استبعدت 2 فخلاص نسبه الخطا قلت، فانت اختار وتوكل على ربنا. لو السؤال انت مش عارفه خالص خالص يعني فانت تستبعد وتحله خلاص. حلو جدا. انا خلصت الشامل ولقيت نفسي غلطان اسئله، اعمل ايه؟ بص، عشان دي اهم خطوه فيهم كلهم، حرفيا دي اهم خطوه فيهم كلهم. انت لازم تشوف الاسئله اللي بتغلط فيها، تشوف حد بيحلها، اوعى تسيبها اوعى تسيبها، عشان حرفيا اقسم بالله انا الاسئله اللي غلطت فيها اثناء السنه وفي ليالي الامتحان وفي المراجعه حرفيا هي اللي جت في الامتحان، اقسم بالله هي اللي جت في الامتحان، وافكارها هي اللي جت في الامتحان. فركز عشان الاسئله اللي بتغلط فيها هتيجي في الامتحان، حطها في دماغك كده، السؤال اللي غلط فيه جاي في الامتحان، فعلم جنبيه علامه مميزه واروح اشوف حد بيحله
واشوف بيحل ازاي واتعلم طريقه التفكير في السؤال، عشان ما تروحش الامتحان تتسوح. ده السؤال ده اول مره اشوفه، ده السؤال ده انا غلطت فيه وسبته، فلا، عشان ما تندمش. السؤال اللي تغلط فيه شوف حد بيحله وتعلم بيحله ازاي. في مشكله كبيره جدا بيعاني منها معظم الطلبه من اول السنه لحد دلوقتي، وهيعاني منها معظم الطلبه في ليالي الامتحان، وحتى لما يخلص ثانويه عامه في حياته الطبيه او حياته مش عارف، انا اتعودت على الطب، فحياته في اي مجال هيخشه هيعاني منها برضه. هي ان انا بذاكر باجي احل شوامل، ما مش عارف احل شوامل، باجي احل الشامل اغلط كتير جدا جدا جدا. بص، الحل بتاع المشكله دي ان انت لازم تتقبل ده، لازم تتقبل ان انت بتغلط وهتغلط كتير قوي. وبص يعني هتغلط اسئله انت مش متخيل انك ممكن تغلطها. يعني انا كنت بغلط في بدايه الشوامل 20 سؤال 15 سؤال، ارقام كده غريبه. فانت لازم تتقبل ان انت ممكن تغلط لحد نص الاسئله عادي. في بدايه حل الشوامل هتغلط تقريبا نص الاسئله تغلطها. انت عندك الامتحان الشامل 46 سؤال، هتغلط من 23 ل 20 سؤال في الامتحان الواحد، فده عادي جدا في البدايه، عادي جدا اقسم بالله. فهتمشي مثلا اول شامل غلطت مثلا 20 او 23، المره الجايه غلطت مثلا 18، بعدها 13 15 10، ده كويس. كل مره بتقل. لكن ما تجيش مثلا مره غلطت مثلا 20 بعدها مثلا غلطت 21 ماشي كويس، 23 ماشي، ما تجيش بقى تغلط 30 ولا 40، لا ده مش منطقي، ده مش منطقي. لازم كل مره تقلل من اخطائك، حلو، وتتعلم منها. ايه عدد الاخطاء الكويس في الشوامل؟ زي ما قلت في الاول هيبقى مثلا نص الامتحان الشامل تغلط فيه عادي جدا. ابدا قلل لحد مثلا ما توصل لاول 4 شوامل بتغلط مثلا من 10 ل 15 غلطه، ده حلو، بس ما يكونش اكتر من كده عشان خاطر الموضوع هيأثر عليك قدام. من 10 ل 15. لو مثلا جيت في نص الامتحان مثلا جيب منك 20 مفيش مشكله، بس ما يبقاش العادي بتاعك 20 و21، لا، العادي مثلا من 15 ل 10، ده كويس قوي. انا في الاحياء حرفيا كنت بغلط كتير جدا جدا جدا، كنت مثلا اقل شامل 15 12، ده اقل واحد، عشان الاحياء فعلا فيها لعب كتير وفيها غلطات كتير جدا. انا حرفيا الاول على مدرستي في الدفعه اللي قبلي كان ناقص 16 درجه في الاحياء بس، فانت متخيل في الاحياء بس ناقص 16 درجه، فلا الاحياء فيها مشاكل كبيره انا عارف. فعادي لو انت غلطت كتير في البدايه كل مره قلل من اخطائك. نيجي للسؤال اللي بعد كده، عشان انا الصراحه مش فاكر العدد اصلا كان قد ايه. المهم السؤال ده اتكرر برده كتير جدا، وهو انا خلصت اول مراجعه ليا امتى؟ قلت لك الموضوع نسبي من ماده لماده، مواد خلصتها بدري، مواد خلصتها متاخر. زي ما قلت لك في نص 5 ده الرقم الكويس. طيب انا رجعت كام مره؟ بص قبل ما اتكلم مش عايزك تتصدم، عشان هلاقي ناس في الكومنتات بتقول لي ده مش منطقي وانت بتحبطنا وانت بتوترنا وتخوفنا. مفيش الكلام ده، انا بقول لك اللي انا عملته. انا في مواد رجعتها اكتر من مره، يعني عندك مثلا الفيزياء، لا رجعتها كتير قوي، اكتر من 5 مرات، اكتر من 5 6 مرات اصلا. من اول امتى؟ هقول لك من اول شهر 4 لحد ليله الامتحان رجعتها كتير قوي. العربي هو مره، الانجليزي مره، الاحياء تقريبا 3 مرات، الكيمياء مره او مرتين، الكيمياء مرتين، الفرنساوي لا، الفرنساوي كتير برضه. فده مش مرجع، انت وقدراتك وانت واللي بتخلصه. العدد الكويس انك تراجع مثلا مره في بعض المواد، لو انت عندك فيها مشكله راجعها مرتين بس، يعني ما تحاولش اكتر من كده عشان ما يبقاش الموضوع كبير منك ويوسع منك وانت مش عارف تلمه. فلا يعني مره كويس قوي، ومرتين لو في ماده عندك فيها مشكله، تمام. ونيجي لاخر سؤال في الفيديو واهم سؤال في الفيديو كله واكتر سؤال اتطلب في الفيديو ده، وهو حليت كام شامل في كل ماده؟ بص انا مش عايزك تتصدم، بص انا هقول لك الارقام اللي انا حليتها، بس بالله عليك محدش يتصدم ومحدش يزعل ومحدش يحبط ويكسل ويقول لك بقى خلاص راحت عليا ومش عارف اعمل ده كله واتوتر واخاف. اهدى، الارقام دي والله انا اللي عملتها، يعني انا عملت كده، بس ده مش مرجع، يعني ده مش مرجع. في ناس حلت اقل مني بكتير وجابت مجموعي واعلى من مجموعي، وناس حلت اعلى مني جابت نفس مجموعي واعلى من مجموعي، فده مش مرجع. عشان انا هلاقي في الكومنتات اقسم بالله ناس بتتكلم بقى ده مش منطقي وانت بتضحك علينا. براحتك، عايز تصدق صدق، مش عايز تصدق براحتك برضه. انا هقول اللي انا عملته واعمل اللي انت عايزه. بص عدد الشوامل مش المرجع بتاع هجيب مجموع او مش هجيب مجموع، حل كويس او مش حل كويس. انا شايف ان العدد الكويس في الشوامل من 8 شوامل ل 15 شامل، غير امتحانات الثانويه العامه. وحاجه مهمه جدا، لازم تحل امتحانات الثانويه العامه اكتر من مره، لازم تحل امتحانات الثانويه العامه اكتر من مره، ولازم تحلها قبل الامتحان. دي حاجه مهمه جدا، حلها مره على الاقل في اثناء المراجعه ماشي، او مع حلك للشوامل حلها مره، وتاني مره تكون في ليله الامتحان، او ممكن تالت مره، انت وقدراتك، بس ما تكونش اول مره بتشوفها في ليله الامتحان عشان هتتوتر وتقلق وتخاف، لا لازم تحلها مره او مرتين قبل ليله الامتحان. ندخل على عدد الشوامل اللي انا حليتها في كل ماده، بس محدش يصدم ماشي. ونبدا باول ماده واللي هي بحبها جدا وبعشقها جدا وكنت زعلان ان انا خلصتها، وهي الفيزياء. بص انا حليت في الفيزياء عدد شوامل مرعب، ما تصدمش. حليت
تقريبا 60 امتحان شامل. انا عارف ان الرقم والله العظيم مرعب وكبير جدا، انا عارف والله. بص يعني انا مشفق عليك، بس انا عايزك تفهم ان الفيزياء حرفيا خدت مني نص مجهود ثانويه عامه. نص مجهود ثانويه عامه كان في الفيزياء بس، فده منطقي ان انا احل فيها كل الكم ده كله. وانا كنت بحبها وكانت مادتي المفضله، وكل واحد عنده ماده مفضله بيحبها بيذاكرها كتير. العربي بقى، انجليزي، فيزياء، كيمياء، احياء، اي ماده انت بتحبها بتحل فيها كتير وتذاكرها كتير. انا كان بالنسبه لي الماده المفضله عندي كانت الفيزياء، فكنت بحل عليها كتير، فده منطقي. في حاله كام شامل في الفيزياء؟ حوالي 60 شامل. بس انا قلت لك الرقم كويس من 8 ل 15. 60 امتحان شامل في الفيزياء كانوا عباره عن امتحانات كتاب الامتحان وكتاب الوسام وكتاب الوافي، غير بقى امتحانات مستر محمود مجدي وامتحانات مستر محمد عبد المعبود على اليوتيوب وامتحانات الازهر وغير ده كله. بس زي ما بقول لك الرقم المرجعي او الرقم كويس من 8 ل 15. الماده الثانيه وهي الاحياء. في الاحياء حليت تقريبا حوالي 30 امتحان شامل، كانوا كويسين بصراحه، كانوا كافيين جدا جدا جدا. طبعا ال 30 دول بامتحانات الثانويه العامه كانوا كافيين وكويسين. كان امتحان كتاب الامتحان وكتاب التفوق، وكان في امتحانات شامل كتاب دكتور احمد الجوهري برضو كانوا كويسين، فكانوا كافيين جدا. 30 حلو جدا، بس زي ما قلت لك برضو 15 ده الرقم الستاندرد الكويس. الماده الثالثه وهي العربي. العربي برضو من اكتر المواد اللي حليت فيها كتير جدا، كتب كتير قوي، عشان كنت فعلا بعاني معاه. يعني حرفيا الثانويه العامه بالنسبه لي كانت عربي وفيزياء، الفيزياء بحبها وعربي بكرهها. حليت في العربي برضو من 25 ل 30 امتحان شامل، كانوا شويه من كتاب مستر رضا فاروق وشويه من كتاب كيان وبعض الشويه من كتاب بيان والبرهان، يعني خلطبيطه كده بالصلصه في شوامل العربي. فحليت تقريبا اكتر من 25 ل 30 امتحان شامل في العربي. نيجي بقى للانجليزي، وده اقل ماده تقريبا حليت فيها. حليت تقريبا بتاع حوالي 20 امتحان شامل، كانوا موجودين في كتاب المستر اللي انا اشتركت معاه اونلاين وندمت الصراحه. فانزل سنتر في الانجليزي. حليت تقريبا حوالي 20 بامتحانات الثانويه العامه. ف 20 كويس جدا في الانجليزي، 15 برضه كويس. 15 ده هو الرقم المرجعي. ماشي، ندخل على اللغه الثانيه وهي الفرنساوي. لا الفرنساوي حليت كتير قوي قوي، يعني حوالي مثلا 50 60 حليت كتير قوي. كتاب برافو كان في كتاب كده ضخم كده كان للشوامل، بس كان الشامل صغير، الشامل بياخد مثلا 10 دقائق ربع ساعه، كان بيخلص بسرعه يعني. فحليت فيه كتير، حوالي 60 امتحان شامل في الفرنساوي برضه زي الفيزياء كده. بالمناسبه الفرنساوي كانوا 60 دول غير امتحانات الازهر بقى والجو ده كله، فاهم انت. ندخل على الجيولوجيا اللي كنت بكرهها حرفيا، ودي اقل ماده حرفيا حليت فيها. تقريبا كانوا بتاع حوالي مثلا 10 شوامل 15 شامل بامتحانات الثانويه العامه اصلا، فاهم. فكان عدد قليل قوي في الجيولوجيا، عشان ما كنتش بطيقها حرفيا، كنت بتخنق منها، ببقى عايز اولع في الكتاب وانا بذاكر فيه والله العظيم، بتخنق منها بجد. فكان من 10 ل 15 تقريبا في الجيولوجيا. ندخل على الماده اللي كانت عامله رعب لدفعتنا وهي الكيمياء. الكيمياء برضه حليت فيها عدد مش قليل ومش كتير برضه، حوالي تقريبا 35 امتحان شامل. كانوا امتحانات كتاب الامتحان وامتحانات كتاب التفوق حليتهم مع بعض ومع امتحانات الثانويه العامه كانوا تقريبا حوالي 35 امتحان شامل. دي الشوامل اللي انا حليتها في كل ماده. عايز اعرفك ان والله العظيم ده مش المرجع. انا قلت لك الرقم كويس في الشوامل من 8 ل 15 شامل، اكتر من كده كويس برضه، بس انا بقول لك ده الكويس، ده رقم كويس، عشان ما الاقيش حد في الكومنتات تحت بيقول لي رقم كبير وانت بتكذب علينا وانت بتحبطنا وبتوترنا وتخوفنا. ده اللي انا عملته. عايز تصدق صدق، مش عايز براحتك. ولو لسه عندك اي سؤال مهم سيبه في الكومنتات وهنجاوب عليه في فيديو قصير باذن الله. وفي الاخر عايز اقول لك كلمتين. لازم يا صاحبي تدرك ان خلاص السنه بتخلص، وان ده ختام السنه، فلازم تختمها كويس وتجيب اخرك فيها عشان تفرح اهلك وتجيب المجموع اللي انت عايزه، تدخل الكليه اللي انت بتحلم بيها. ثانويه عامه مهمه جدا في حياتك عامه، ثانويه عامه مهمه جدا، لازم تدرك ده، ما تهملهاش، هتاخد اخرك عشان ما تجيش تندم في الامتحانات وبعد الامتحانات. ماشي، وربنا معاك ويوفقك ويحقق لك اللي انت بتحلم بيه وتفرح اهلك باذن الله. بس كده، سلام.